ليلة القدر أصح الأقوال فيها أنها في العشر الأخير من رمضان. قال بعض الناس إنها ليلة النصف من شعبان، لكن الأحاديث والأدلة لا تسعف هذا القول. هي في العشر الأخير من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: وكان لما هاجر إلى المدينة وفرض صيام رمضان يعتكف العشر الأولى من رمضان، ثم اعتكف العشر الوسطى من رمضان، ثم استقر اعتكافه في العشر الأخير من رمضان. لماذا؟ يتحرى أن يوافق هذه الليلة الشريفة ليلة القدر. أرجأ ما تكون في العشر الأواخر في أوتارها: ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. هذه أرجى ما تكون في العشر الأواخر. قد تكون في الأشفاع لمشمول قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، إذا كان الشهر هائفا أي ناقصا، لأن الصحيح أنها متنقلة، وقد وافقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنها جاءت في ليلة 21. قال عليه الصلاة والسلام: وقد اعتكف العشر الوسطى، قال: من كان منكم متحريا فليتحرها في العشر الأواخر، وإني رأيت، أي في المنام، أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. يقول أبو سعيد رضي الله عنه، روى الحديث في الصحيحين: فكن المسجد، مطرنا فكن المسجد وكان سقفه من الجريد، جريد النخل، فنزل المطر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 وأثر الطين على جبهته وعلى أنفه الشريف صلى الله عليه وسلم. إذن وقعت في ليلة 21، وهذا دليل من قال إنها متنقلة في العشر الأواخر، أي غير ثابتة، وهذا هو الصحيح.